ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. الاول مره يشوفني اشترك في القناه، يفعل زر الجرس ويضغط على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. حطوا اللايك يا جماعه، مش تخسروا اي حاجه لو حطيتوا اللايك. طبعا الفيديو زي ما انتم شايفين كده وزي ما عرفتوا من العنوان طبعا. فتح الحصالة النهاردة يا جماعة. أخيرا هنفتح الحصالة اللي كله منتظر بقى يشوف ايه اللي في الحصالة وحوشنا كام. هو يعني بص، هو المبلغ حلو والحصالة ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك مليانة، بس برضو مش المبلغ اللي كان في دماغي، يعني مش المبلغ اللي كان في دماغي خالص. كنت متوقعة بقى حاجة فوق كده قوي. هو المبلغ حلو، وممكن بالنسبة لناس كتير لما تعرفوا اخر الفيديو هتعرفوا في الاخر. هقول لكم هنعدهم كده مع بعض دلوقتي وهنجمعهم وهنقول لكم. طبعا هو مبلغ كبير، بس بالنسبه لي انا بقى كنت مفكره ان هلاقي اكبر من كده تاني كمان. بس الحمد لله انا مبسوطه بيهم وراضيه جدا وفرحانه بيهم. ويعني انا بحب الحصالات يا جماعه، انا من الناس المؤيده للحصالات، انا بحبها قوي. وعلموا ولادكم كمان ان هم يحوشوا ويشيلوا في الحصاله. انا حتى ابني كمان بخليه يشيل في الحصاله، بيحب موضوع الحصاله جدا. وهي يعني الحصاله دي اللي هي بتاعتنا كده مع بعض، يعني انا كمان بشيل فيها، ابني بيشيل فيها. بصراحة هي حلوة جدا، وانا يعني انا بحبها، انا بشجع جدا موضوع الحصالة ده، بشجعه بقوة كمان. اللي حابب يعمل حصالة بتبقى كده، في حاجات بتيجي ما بنبقاش عاملين حسابها، فبتيجي اعتبروها ان هي ما جاتش، يروحوا راميينها كده في الحصالة. حاجات كتيرة جدا. فكده احنا بنطلع مع بعض زي ما انتم شايفين. انا حطيت جوزي كده وقعدنا، كنا سهرانين بالليل، قلنا ما تيجي نفتح الحصالة. قال لي يلا نفتح الحصالة. احنا فاتحين الحصالة كده مع بعض، وبنطلع زي ما انتم شايفين كده خمسات وعشرات وعشرينات وميات ومتانات كمان اهي. شايفين الورقة ابو 200 ده؟ مش خمسات وعشرات بس، يعني هيقطع مبلغ حلو في الاخر. شايفين الميتانات بقى وكله فكه بقى جنيهات زي ما انتم شايفين. واستنوا بقى هجيب لكم برده حصاله تانية صغننه، دي كنا بنشيل فيها الفضيه بس، اللي هو المعدن، كنا بنشيل فيه المعدن اللي هي الجنيهات وكده. هتشوفوها برده معانا، يعني دي كان فيها جنيهات بس في واحده كنا عاملينها بقى للمعدن بس. الجنيهات هنفضيها برده معاكي، والتاني هيقطع مبلغ حلو. وهنعد ده كله معاكم، هنطلع الخمسات لوحدها والعشرات لوحدها والعشرينات لوحدها والميتانات والمينات، كل حاجه هنطلعها معاكم دلوقتي لوحدها، وهنحوشه وهنعدهم كده وهنقول لكم. طبعا انا فصلت الفيديو ورجعت اكمله معاكم تاني، ابني عيط فروحت سكته، وهنا بقى رجعت اكمل معاك الفيديو كمان في اخر اليوم. فانتوا بصوا، مش عارفه والله، حته فيديو صغنن مش قادره ان انا اخلصه وامنتجه وانزله، مش قادره من الزن والعياط ودوشه الاطفال. ربنا يخلي اولادكم جميعا يا رب. هنا بوريكم الحصاله اهي. انا يا جماعه استخسرت ان انا بصراحه ان انا اقصها بالمقص وبهدلها، فانا كده كنت بطلع منها كده بشويش بشويش كده، وطلعت كل اللي فيها من غير ما ابهدل الحصاله، على اساس ان انا هستخدمها تاني، احوش فيها تاني واستخدمها تاني. فمرضيش ان انا اقصها بالمقص مره واحده واريح نفسي واروح كباهم كلهم واروح مطلعهم مره واحده. لا، طلعت براحتي كده زي ما انتم شايفين. طلعت الفلوس براحتي خالص، وحافظت على الحصاله زي ما هي نظام كوره، ولها كده فتحه من تحت، وطبعا فتحه اللي بتشيلي منها الفلوس من فوق، والفتحه التانية من تحت لو حابه ان انت تطلعي منها الفلوس. فانا حافظت عليها، طلعت الفلوس وكل حاجه وحافظت عليها بقى زي ما هي كده. مرضيش ان انا بهدلها معايا بصراحه، عشان احتاجها تاني بعد كده بقى هشيل فيها تاني. هنا بوريك اهي كميه الفلوس ما شاء الله اللهم بارك. طبعا يا جماعه هنحوش الفلوس دي ازاي في الظروف اللي احنا فيها؟ مصاريف مش مقضيه، مصروف الشهر مش مقضي. لا والله، في حاجات بتيجي كده ارميها في الحصاله وانسيها كانها ما جاتش. يعني مثلا انا من ضمن الحصاله دي بصراحه، جوزي بيدي مثلا حاجه للولاد، انتوا عارفين بقى الامهات المصريه، بروح واخداها منهم حطها في الحصاله. عمهم، خالهم، جدهم، جدتهم، اي حاجه بتجيلهم كده من بره، اي فلوس حد بيديها لهم، انا بعتبرها ان هي ما جاتش، ان انا ما كنتش منتظراها. فانا بعتبرها ان هي ما جاتش خلاص، انا حياتي ماشيه عادي بمصروفي بكل حاجه كانها ما جاتش. بيجي عمامهم يدوهم بروح حطها في الحصاله. اخوالهم، جدهم، جدتهم، اي حد بيديهم انا ما خلاص، فحط يا محمد في الحصاله، شيل يا محمد في الحصاله، مش كانها ما جاتش. فبشيلها في الحصاله، فبيطلع معايا في الاخر مبلغ. حاجه اتبقت من مصروف البيت كده بروح حطها في الحصاله.
فلوس فكه معايا برضو من مصروف البيت، جبت حاجه طلعت ارخص مما كنت مفكره، بروح حاطه الباقي في الحصاله كده. مصروف البيت انتوا عارفين بقى، ستات بيوت شاطره بقى، وتقدروا ان انتوا تحوشوا، وتقدروا ان انتوا تطلعوا من يعني هتحوشوا. انتوا لو حطيتوا ان انتوا في دماغكم ان انتوا هتحوشوا، والله العظيم هتحوشوا. احنا الستات المصريه ما حدش يقدر علينا. فانتوا لو عايزين ان انتوا تشيلوا وتعملوا حصالات، والله هتحوشوا. هنا زي ما انتوا شايفين كده، انا مش عارفه الصوره والله مش عارفه جايه وحشه ليه، بس يلا مش مشكله. بس لو حابين هتشيلوا. هنا بقى بنعد كده زي ما انتوا شايفين الميات بقى لوحدها، انا ماسكه الميات وجوزي ماسك الميتانات، وهنعد كله ده مع بعض كده وهنقول لكم في الاخر المبلغ هيقطع ايه. بس انتوا عارفين بصوا حاليا عشان تستفادوا من الفلوس دي، يعني شلتوها وحوشتوها وطلعت معاكم مبلغ، استثمروه كمان في حاجة تانية. ما تضيعوش كده وخلاص، ما تجيبيش حاجة تافهة، ما تجيبيش هدوم، ما تجيبيش حاجات كده. بصوا في اي حاجة تافهة لا، استخدميه في اي حاجة. انتوا عارفين احسن استثمار طبعا انتوا عارفينه الذهب. فانتوا لو في حاليا والله العظيم حاجات جرام واحد، حاجات جرام، ويعني بصوا حاجات بالقطعة. فانتي لو هتحوشي 8 جرام، يعني 8 جرام كده، وتجيبي بيه جرام واحد بس وتشيليه كل مدى، جرام وتشيليه، جرام وتشيليه، بصوا والله هتدعولي، اللي هو هيقطع معاكم بعد كده كمية. انا قبل الحصالة دي كنت عاملة حصالة، وبصراحة والله بكلمكم بأمانة كنت عاملة حصالة قبل دي وفتحتها برضو، بس ما صورتهاش معاكم. كانت الدبلة بتاعتي بقى لها فترة كده ولونها اتغير وخلاص، اللي هي الموضة بتاعتها راحت. فعملت حصالة زي كده وفتحتها ولميت كل اللي فيها، وجوزي كمل لي عليهم، وغيرت الدبلة وجبتها اكبر كمان، يعني جبتها اكبر تقريبا جرام حاجة زي كده. فالجرام انتوا ما تستهونيش بيه، يعني لما تعملي حصالة تطلع معاكي قولي مثلا 3500، تجيبي جرام دهب والله هيفيدك، هتلف عليه السنة هتلاقيه زاد. فالفلوس يعني انت حوشي ما تبهدليش الفلوس. وعودوا ولادكم كمان من صغرهم، عودوهم ان هم يشيلوا. لو عودتوهم من صغرهم ان هم يشيلوا او معاهم فلوس يضيعوا جزء منه ويشيلوا جزء، انتوا لو عودتوهم على كده هم هيطلعوا خلاص هم عارفين قيمة الفلوس، وعارفين ان هم بيشيلوا مثلا المبلغ ده لميعاد محدد، لما ننزنق او ما يبقاش معانا نصرفه نجيب بيه اللي احنا عايزينه. فعودوهم في موضوع ان هم يشيلوا جزء، وعايزين يصرفوا جزء ويشيلوا جزء، ما يضيعوش كل اللي معاهم. طبعا شايفين كمية الجنيهات دي اللي انتوا شايفينها، طبعا دي كانت حصاله كده صغيره، بس دي ما كانش لها اي فتحه، فانا قطعتها زي ما انتوا شفتوا كده بالسكينه وفضيناها كلها. هنا هي الميات، الخمسات، العشرات، العشرينات، الخمسينات، كل اهواته قدامكم زي ما انتوا شايفين. وهو المبلغ بصراحه قطع معانا 4700. ف4700 حلوين بالنسبة لناس كتير، 4700 بس مش المبلغ اللي كان في دماغي بصراحة. بس انا جيت فترة كده وهملت فيها، ما كنتش بشيل فيها. في فترة كنت ماشية كويس ومنتظمة وبشيل فيها، وباخد من جوزي واشيل، وهو موجود معانا هنا، واخد من الولاد اي حد يدوم اي حاجة العيدية بتاعتهم، لازم بلم العيدية بتاعتهم كده، بقول انا ماليش دعوة بقى، كأنها ما جاتش، بروح حطها في الحصالة العيدية بتاعتهم. فقعدت فترة كده بصراحة مطنشاها ونسيتها. بس يلا مش مشكلة، هما مبلغ حلو برضو مش وحش. فانا بقول لكم يعني دي عاملة 4700، انت لو هتستخدميها صح هتستثمريها بدل ما تضيعيها في حاجة تافهة، حاجة فاضية تجيبي بيها. هقولك كملي عليها وهاتي ان شاء الله حاجة جرام ونص او حاجه جرام بس هو ده يجيب، لو كملت عليهم هيجيبوا جرام ونص، هيفيدوكي طبعا. احسن استثمار زي ما قلت لكم الذهب بصراحه. وما تستنيش ان انت تجيبيه ويغلى تاني يوم، انتوا سيبيه على المدى البعيد على حسب ما بسمع. طبعا انا بسمع الحاجات دي، بحب اسمع قوي في حاجات الذهب، فبيزيد على المدى البعيد بيزيد. فاعملوا كده حصاله حلوه. انا طبعا قلت لكم من عشاق الحصالات، والحمد لله زي ما انتم شايفين المبلغ كده كويس، 4700 مش وحشين الحمد لله، بس مش المبلغ اللي انا كنت عايزاه. ويلا مش مشكلة يا جماعة. وطبعا يا رب تكونوا اتشجعتوا من الفيديو ده وتحوشوا كده وتعملوا مبلغ حلو. وحطوا اللايك يا جماعة، واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ويا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا منه كده واكون شجعتكم. ويلا بقى سلام.